أسوأ منها. نعم. معانا الإعلامية السيدة رشا مجدي. ألو. الو، مساء الخير يا استاذه منى. مساء النور يا فندم، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بحييكي وبحيي ضيوفك الكرام اللي قاعدين معاكي وارائهم الجميله صراحه يعني. شكرا جزيلا. اتفضلي يا استاذه رشا. دلوقتي انا كنت بتابع الحلقه وبتابع كان استاذ عماد جاد كان بيذكر وذكرني بشكل اخص باللي حصل في التغطيه. انا احب بس ابلغ حاجه صغيره، ان المذيع اخر حاجه في العمليه الاعلاميه كلها، يعني بيبقى قبليه في ناس كتيره وانت بيوصل لك الخبر في الاستوديو وانت لا تدري شيء باللي بيحصل، سواء بقى على الايربيس او سواء بقى بيجي لك الخبر مكتوب باي شكل من الاشكال. فالمذيع اخر حاجه بيبقى عارف المعلومه، لان هو مش قاعد حضرتك بتتكلمي على نمط العمل في التلفزيون المصري. دورة العمل دورة العمل في التلفزيون، اي اخبار بتبقى موجوده او اي تغطيه بتبقى المذيع هو اخر حاجه. انا ما عنديش قدره التوك شو ان انا اتكلم او اختار ضيوف. انا احب اعترف ان الازمه اللي حصلت امام ماسبيرو كان هناك خطا اعلامي، لان كان هناك مفروض زي ما انا بجيب او بتكلم عن طرف، كان يجب ان يكون هناك طرف اخر بيتكلم، وده ما حصلش. انا بعترف ان ده ما حصلش، لان المسؤولين عن التغطيه او المسؤولين عندنا في الاخبار ما عملوش ده. انا بقولها بكل صراحه، وده اللي خلاني ان انا وانا في التغطيه قلت فئه من الناس، ما قلتش فئه من الاقباط. انا قلت هناك فئه تقوم الان بالاشتباك مع القوات المسلحه او هناك تراشق او اللي حصل. ما قلتش لان ما حدش اداني المعلومه اللي حصل. عشان اوضح ان الاسترافه اللي اتكتبت تحت، اللي هي كتبت اقباط يرشقون القوات المسلحه او كده، تم ملي الخبر ده للمحررين وللناس من شخص ما، مسؤول ما. هذا المسؤول ادى الخبر ده للاخبار، وادى الخبر ده للنايل تي في، وادى الخبر ده لاخبار مصر، وادى الخبر ده يعني ايه مسؤول ما؟ يعني واحد بيشتغل في التلفزيون يعني؟ مسؤول. لا، مش حد بيشتغل في التلفزيون، حد مسؤول يا فندم. مسؤول في الدولة. حد مسؤول، لان اللي بيشتغل في التلفزيون ما عندوش القدرة ان هو ياخد خطوة او يكتب خبر زي ده على سترافة من غير ما يكون مسؤول مديها له خالص. علشان اكون واضحة، فزي ما وزير الاعلام قال لك ان في اخطاء، انا بقول لك ان في الاخطاء، بس الاخطاء ما كانتش لا من المحررين ولا من المذيعين، من اللي كانوا بيديروا العمليه ساعه الموضوع ده، لان هو تغافل الطرف الاخر تماما. انا بقولها لك وبكل صراحه، هناك تغافل للطرف الثاني. احنا مش مذيعين اللي بينزلوا الاخبار، مش مذيعين جداد. انت عشان تغطي الاحداث، واحنا ياما غطينا احداث، ده مذيع قديم عارف هو بيعمل ايه، عارف هو زي ما بياخد من الطرف ده ياخد من. انا عايز احييها بس. استاذه رشا مجدي، انا عايز اقول لها كلمه قبل ما تمشي لو سمحت. حاضر. لا، هي اعتقد لسه معانا. استاذه رشا مجدي، حضرتك اوضحتي انه نمط العمل في التلفزيون المصري بيخلي المذيع يقرا ما امامه، ما بيبقاش شريك في التحرير او في الاستقصاء عن المعلومه، وده مهم، او مش عايز اقول مبرر، انما على الاقل توضيح للرؤيه. انما الاهم اللي حضرتك قلتيه انه الاخبار اللي كانت بتنزل على الشاشه ما كانتش برضو نتاج القائمين على كتابة وصياغة وتحري الخبر. ده كان خبر نازل بالباراشوت، مسؤول ما في الدولة، حضرتك رفضتي انك تصرحي عن اسمه او تفصحي عن اسمه، هو اللي نزل الاسترابة دي، صح كده؟ استاذة رشا، الخط قطع بس هنتواصل معاكي مرة تانية.